الناس فوق قال كل 15 يوم اعطيني يوم. كل 15 يوم اعطيني يوم بس مي، بس بدي اشرب. اقسم بالله في عباد فوق بلشت تبكي. نحن معكم. ما يلي يعني انا عم شوف ناس ختايره حامل البيدون وعم يبكي من وجع، لان عندهم مضخات. اذا بيزود الغزاره ممكن، او يزود فتره الضخ ممكن. شايف شلون؟ بس المشكله الاساسيه بالمي هي التعديات والشبكه العشوائيه والسكن العشوائي. علاج بده يكون علاج عن دراسه ان شاء الله. هذا بس الدوله عم تضخ. والله اللي قاعدين عم يضخوا انا عم حاطين طار الحاره. هلا طار الحاره عم يشوفوا السيارات بالشارع، والله بالشارع عم يشوفوا سبيلك 10 من. طيب ممكن احكي لنا انت مؤسسه المي. احتياج مدينه دمشق 550 متر مكعب، 550 الف متر مكعب. قديش عم يضخوا؟ 250، نص الكميه. هذا الخزان منسوب الخزان لهون ليتعبى بده يغطي المنطقه كلها سوا. هن وين عم يعبوا لهون؟ فتعبى هو اصحاب المصالح بيقول لك خذ له شقله. لكن ما بيتعبى غير الا نصه بالضبط. النص الثاني، النص الفوقاني اللي ما تعبى ما تغطت المنطقه. موضوع النظافه اللي مرقنا فيها الاربع 5 ايام مثل اول التحرير، مثل ما اول ما خلصنا من النظام، سببه شغلتين هو ما حكوا كإدارة. وحدة إنه بما إنه انتقل المكب تبع باب شرقي فصارت المسافة بعيدة للآليات الصغيرة، ما عاد في كانت تكب باب شرقي وترجع بيقدر يعمل 3 نقلات بالنهار 4 نقلات. فصار المكب دير علي. فهذا الكلام هي سيارة صغيرة إذا راحت يا بيرجع اليوم يا لبكرة. 3 ساعات وربع الطريق راحة جاية. فبدها حل. اليوم اللي كان متفهم القصة موضوع النهر هو مربوط بالصيانة. أحمد الفارس هو مدير الصيانة. هذا الزلمة واعي وفهمان، وأكثر من هيك في قصص إنه الإنسان إذا حس بالمشكل، يعني أنت إذا أعطيت لأي واحد مشكل وما كتير اكترث، يعني ما حسها بالذات أهمية، فبتحس إنه بيعالجها إنه يلا مثل أي قصة. هذا فهمان العمق المعنوي لموضوع نهر يزيد. قال إن شاء الله وعد أول ما يصير موسم الشتاء القادم حيرجع يزيد مثل ما عم اسمع من اهل المنطقه انه كانت تنشرب ميته وينسبح فيه، وبكل معنى الكلمه بده ياخذ حصته من نهر الفيجه ونبع برد. هذا بالنسبه للنهر. يعني الاخ ابو بكر بده يلحق يستاجر كراسي، يطبع اوراق، يلاحق الاساتذه وشغله ومدرسته شغله. يعني انا بتصور يعني العمل اللي قام فيه والله يمكن لو ما ساوينا شيء احنا هالعمل اللي قام فيه هو يكفينا. الله يجزيه خير. يعني الله يجزيه خير. الله يتقبل ان شاء الله. نحن هي بدايه كمان. كلفت موضوع التربيه، فحاولت ان شاء الله اجتهد وما اقصر اكيد مع اولاد حارتنا جميعا. طلع قرار من وزير التربيه انه ما حدا يقرب على المدارس ابدا اثناء الامتحانات. فسبحان الله هذا اجى لخير انه حولنا للجوامع للمساجد. وهي بادرة أكيد طيبة. يعني الجامع هو ليس فقط للعبادة والصلاة، كان الجامع أيام النبي صلى الله عليه وسلم له أعمال كثيرة. فمن فضل الله عز وجل بلشنا بالتاسع اللي هن كانوا قبل البكالوريا، ساوينا جلسات مراجعة قبيل الامتحان.